يا تعطيني منحتي كيف ما هو مكتوب في العقد وعارف انا العقد كم الفلوس في اليوم باي، يا تحطني في فندق 5 نجوم هذا حل وتسلمني الكلام. معلش خليني نكمل الكلام باي تمام. يا تعطيني تحطني في فندق 5 نجوم، يا تعطيني منحتي كيف ما هي مكتوب في العقد، ما تسوونيش ب 1000 جنيه ما 1000 جنيه ماكش عارف انت عارف الواقع هذا كله تمام. الحل الثاني تدي لي ورقه ان الدوره هذه ما صارش منها ما نجحش ما عادش نبغوا ناكلوا، تعطيني ورقه ان العيب من الشركه والعيب من وزاره العمل مش عيب من الشباب، وتعطيني مستحقاتي الموجوده هنا في تونس كلها ونبقى نروح على حالي كلنا نبقى نروح. كلمه واحده يا شباب مالوش دعوه صح الكلام ولا صحيح. معلش الحاجه الثانيه عبد السلام كثر الدواء وكثر الايام راه ما يجيبلكش حل. راهو عندك العند يوم الاثنين الجاي خطيها يا عبد السلام جيب لي ورقه وجيب لي مستحقاتي ونبقى نروح. هذا كله والله نقول لك حاجه خليني نكمل الكلام. فلوس بلادي والله ما فلوس حرام، فلوس بلادي مش فلوس حرام. صحيح. الله اكبر الله اكبر. خليني نكمل بس. فلوس بلادي عبد السلام ما مش فلوس حرام. نحن وحق القران سيبنا همنا وسيبنا اخوتنا اللي موتوا على سبب جايين نحن كنا جايين نبغوا التعلم، لقينا مستوى تعليمي كويس، لقينا فندق كويس، ولقينا قهار، ولقينا ظلم، ولقينا قهر كله، وصوت قهر فينا، ما حد يعبر فينا فندق انحرق ما حد جا دوانا، 3 اسابيع على سبب القهار قاعدين نكتب انصاص، قلنا ماشي الدولة متملحة نصفوا مع الدولة، هذا كله جا فلوس، وتصوموا فينا على 1000 جنيه ومشكي بالعقد، قارينا في العقد كم الفلوس كويس ما نبغوش ندلوا باي، قاري مستحقات كم في اليوم الدولة تصرف عليه في المسكن في المبيت في ايجار الفندق في المواصلات في التأمين الصحي بتاعها معروف كم هو انا عارفه كم 100% باي يساوي لي 1000 جنيه. انا هنا حلينا عبد السلام كلنا الشباب يد واحده، يا تحطني في فندق 5 نجوم يا تعطيني مستحقاتي كم ما هن مكتوب في العقد يا تجيب لي ورقه ومنحتي مستحقاتي بالكامل العند يوم الاثنين يا عبد السلام. هذا كله راهو جايين عند السفاره هذه اتحمل مسؤوليه الكلام اللي قلته يا عبد السلام. هذا من الله اكبر الله اكبر يا شباب موافقين عليه كلام موافقين عليه. اول شيء ما تهددنيش وتقول يوم الاثنين زي ما هددتني امبارح المسج. المسج قدام التريس الله انا ما نهددش انا معروف اصلي على النبي انا ما نهددش انا بعد ما نجي ندور فيك جيت في وجهك شخصيا مش نام بتاع الرسائل مش نام انا جيت في شخصيا ما تكلموش. خلاص يا منصور يا منصور اسكت شوي خليني يا عبد السلام اوكي اسكت شوي ما تهددنيش وتقول يوم الاثنين تمام انا مش ولا كذب. تمام خلوه يحكي من الوزاره تمام طيب ما تهددنيش تقول يوم الاثنين زي ما تهدد فيا البارح كل شيء وقتها حلو خليني نكمل. طيب ما تهددش انا الحمد لله ما داير شيء غلط وما تهددش نبي